بعد نزول الحلقة الأولى من كيميتسو نو يايبا قطر الشياطين الموسم الثالث اتفرجت عليها وعجبتني جدا جدا، وأنا كنت في انتظارها على حر من الجمر. ليه؟ علشان سلسلة لوحات الأنمي اللي أنا بشوف معاكم لوحات الحلقة وبنقيمها سوا. السلسلة المختلفة اللي مش هتلاقيها في أي قناة تانية. النهاردة هنشوف لوح الحلقة الأولى من قطر الشياطين اللي عملت انقلاب في السوشيال ميديا كلها. كانت في الرسوم وهمية، كانت في التحريك مش طبيعية، وفي القصة كمان عظيمة جدا جدا جدا. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب هنا على قناة تيفاو، ويلا بينا نخش على الفيديو. اسكن في الكومنتس قولوا لي لو كادر انا ما شفتوش او لوحة انا ما خدتش بالي منها وما اتكلمتش عنها، وكمان قولوا لي تقييماتي ايه رأيكم فيها، وهنتكلم كمان عن الانمي شوية. من غير ما اطول عليكم هنبدأ على طول مع اول لوحة. أول لوحة يمكن تكون غريبة شوية إن أنا اخترتها، وهي في الثانية 36 من حلقة، يعني في أول الثواني. اللوحة دي كانت من منظورنا إحنا عن طريق الخدم اللي جايين ينقذوا تانجرو ونيزوكو وأصحابه كلهم. هنا اللوحة كانت بصراحة حلوة جدا، بتبين عن الدمار وعن الألفة والصحاب وازاي تم إنقاذهم عن طريق نيزكو. شايفين في كل حتة فوق وتحت وعلى اليمين دمار شامل في كل حتة، وهنا يوضح لك إن كان في ملحمة قتالية. طبعا كلنا عارفينها، شفناها الموسم اللي فات. كان في ملحمة حرفيا، ولو واحد ما شافش الانمي واتفرج بس على اللوحة كده زينا، لو احنا ما كناش شفنا الانمي وشفنا بس اللوحة كده، كنا هنعرف ان كان في هنا قتال اسطوري. هنا كان في ملحمة اكيد بالتكسير اللي موجود ده كله، باللون الباهت اللي موجود في اللوحة كلها، ما عدا عنصر وحيد، وهو الشوية اللي موجودين في نص اللوحة، او على الاكس بتاع اللوحة في النص بالظبط، ولكن فوق شوية موجود ناس ماسكين في بعض، حاطين بعض، وكلهم متعكزين على شخص واحد. بنعرف بعد كده ان تانجيرو ونيوسكي ومتعكزين على نيزكو. لوحة عجبتني جدا، بتوضح النور اللي موجود وسط الظلام، وبتعرفنا القتال وصل لفين. اللوحة دي حابب اتكلم عنها. اللوحة دي بتبين وش قائد الهشرة عامل ازاي بعد ما عرف ان اخيرا انتصروا على واحد من الأقمار العليا، وده ما كانش حصل قبل كده. فأخيرا حدث زي ده حصل، هو حدث جلل يوضح ان لسه في امل في الحياة، وقد ايه كان مضغوط. كل ده باين على وشه مع مرضه، قد ايه باين على وشه الضغط اللي هو كان فيها، لان عمرهم ما عرفوا يقضوا على قمر، بل كان بيتم القضاء على الهشرة في اي مواجهة بتتم بين هشرة وقمر. ولكن هنا اتغير الموضوع، في شباب صغيرين قدروا ان هم ينتصروا على قمر علوي. طبعا كان مبسوط جدا لدرجة ان اللود خرج كله في وشه، شايفين عينيه وتبرئته وشه عامل ازاي. وبيقول بعد كده انه اخيرا هنقدر نقضي على موزن العار بتاع قبيلته، وغالبا موزن هو اخوه، عشان كده بيتكلم عنه بالطريقة وبالحرقة دي. اللوحة غاية في الجمال، بتورينا التأثير ازاي باين عليه من ملامح وشه. واحدة من اللوح الجميلة، او اقدر اقول المشاهد الجميلة. المشهد ده كله على بعضه كان رائع جدا. في كده استعراض للعضلات من المخرج والرسام، بيستعرضوا عضلاتهم، لان كان في دخول جوه العمق بتاع الصورة كتير جدا، دخول جوه القالب، وكان تغيير من فوق الكاميرا لتحت. وهنا خد الكاميرا من تحت الهوريزونتال على وش أكازا، لغاية ما أكازا بصلنا احنا كمشاهدين. لقطة تحبس الأنفاس، من اللقطات الوهمية في الانمي كله. المشهد كله على بعضه تحريك الكاميرا بسرعة رهيبة جدا مع تغيير المشاهد، كان من اقوى اللقطات في الحلقة. زي ما قلت لكم، تغيير الكادرات وتغيير الهوريزونتال والفيرتيكال كان رهيب. هنا هو مغير في الفيرتيكال بتاع الصورة بتاع اللوحة نفسها. هنشوف كمان انه عامل لها ميرور، ولكن صورة أكازا مش باينة تحت في الميرور، بمعنى ان الصورة معمول لها ميرور، اللي فوق هو اللي تحت، في ميرور تحت باين، ولكن أكازا موجود فوق بس. وده عشان يسهل من الرسم، خد الصورة من فوق، خد لها كادر هوريزونتال، وقام عامل لها ميرور. صورة حلوة جدا، لوحة حلوة وجميلة جدا، فيها عمق كمان، داخلة لجوه. الأنوار والفوانيس اللي هو عاملها دي داخلة واخدة عمق البقرة واحدة لغاية جوه، وأكازا في النص في السنتر بتاع اللوحة عشان يديله قوة. طبعا المشهد ده كله كان صراع نفسي لأكازا، بيكلم نفسه انه ازاي قدروا ينتصروا على قمر علوي، هم وصلوا للمرحلة دي من القوة، لازم نتعامل مع الموقف ده. هنا أكازا كان نوعا ما بيكلم نفسه في صراع داخلي جواه، انه احنا لسه الاقوى، ولكن هم ازاي توصلوا للنتيجه دي. هنا بيبان في اللوحه دي من اول مشهد لغايه اخر مشهد، لما وقف في النص وفرد ايده وخلاص هيروح يلجأ للاقمار العليا الاعلى مرتبه منه.
وبيطير فعلا وبيروح هناك عند الأقمار العليا. وهنا بيبان في اللوحة اللي قدامنا دي قد ايه المشهد حلو جدا. بيبان قدامنا مشهد مبهم، ولكن في قلعة في النص وأكذا طاير رايح للقلعة دي. جنب القلعة في مبنى تاني صغير على ايدنا اليمين موجود تحت كده، ولكن المبنى ده كان بشكل ما بيحاول يهمشه الرسام والمخرج علشان يبينوا لنا القلعة بس اللي في النص ويروح تركيزنا كلها عليها. ودي القلعة اللي فيها الأقمار العليا. بيوصل أكذا فعلا لمقر الأقمار العليا وبيبتدي خناقة مع الأقمار كلهم، يتكلم معاهم وخناقة ويبتدي يضرب ده وبيعمل ده ومش عارف ايه، لحد ما بيظهر لمحة عن القمر رقم 1. بعد اللمحة دي على طول بيظهر موزن وهو بيحرك الدم وبيبتدي يخلط دم مع بعضه، ولكن شكل القمر رقم 1 ده كان شبه أبو تانجرو. فهل ده ليه علاقة بالدماء، انه خد من دم أبو تانجرو وصنع قمر العلوي رقم 1 ده، شربهوله فتحول بقى شبه ابو تانجرو؟ دي الفكره اللي جت في دماغي اول ما شفت اللقطه دي، لان اللقطه اكيد بتكلمنا. وهنا اللقطه باينه قدامنا جدا انه موزن نوعا ما فاهم في اللي هو بيعمله، هو نوعا ما دكتور فاهم في الدم، فاهم ازاي ياخد جرعه من هنا يحطها على جرعه من هنا. باين من الاكواب اللي حواليه او البيكرز اللي حواليه ومسكه، طريقه مسكه للبيكر اللي فيه الدم باينه جدا. لوحه حلوه جدا، باينه انه فعلا صنع الاقمار دي وهو اللي بيصنعهم بكيفهم. والقمر رقم 1 ده بعد ظهوره على طول ان تظهر اللقطه دي، فواضح انه صنعه من دم ابو تانجرو. ده الفكر اللي جه في مخي. وبالفعل بيظهر لنا القمر رقم 1 وهو قاعد في المبنى اللي كان لوحده، قاعد لوحده ساكن، والكاميرا بتخش عليه بتقرب عليه، ساكن جدا قاعد ما بيتحركش، قاعد في حاله تماما في الظلام، وقدامه بس انوار الفوانيس اللي باينه في الخلفيه. في لقطه سريعه جدا بعد كلام القمر رقم 9 تقريبا لو انا فاكر صح، موزن في سرعه رهيبه يقطع راسه وياخد راسه في غضب شديد جدا ويتكلم معاه انه انا اللي انا عايزه هو المثاليه، لازم المعلومات اللي هي تكون صحيحه 1,000,000%. بعد ما اداله معلومات مغلوطه. المشهد اللي قدامنا واللوحه اللي قدامنا بتبين المكان اللي قاعد فيه موزن بني ادم مثقف ومتعلم، او مش بني ادم، هو شيطان مثقف ومتعلم، ومن هنا جايه قوته. مثقف لان في كتب كتير جدا باينه قدامنا، والمكان ذات نفسه باين انه مكان رتيب، مكان كلاسيك. فيتضح لنا من المكان ده ان موزن زي ما قلت بني ادم مثقف او شيطان مثقف ومتعلم. في كذا كادر بقى هكلمكم عنهم ورا بعض بسرعة عشان عايز اوصل لنقطة معينة. الكادر ده بعد ما هجم القمر رقم 1 على أكازا وقطع له ايده وقال له انت كده بتخل بالترتيب بتاع الأقمار، بعد ما أكازا هجم على القمر رقم 2 وما بصلوش، يعني كل كلامه معاه من غير ما يبصله تماما بعيونه الستة اللي موجودين على وشه، ما بصلوش خالص، مديله ظهره دايما، مش بيبص في عينيه. ده كان أول كادر. تاني كادر بيكمل كلامه القمر رقم 1 مع أكازا وبرضه ما ادالوش وشه نهائيا، ولكن بيتضح هنا المكان اللي هم قاعدين فيه. هم قاعدين في الطل على سقف الأوضة اللي تحتيهم، قاعدين بيتكلموا مع بعض في مكان هم بس اللي فيه. اللقطة التالتة أكازا هو اللي باصص للقمر رقم 1 والقمر رقم 1 برضه ما بصلوش. ركزوا في الفكرة اللي أنا بقولها، ما بصلوش. وفي الآخر قبل ما يمشي اتحرك كام خطوة ومديله ظهره واختفى. كل ده لسه ما بصلوش القمر رقم 1. الفكرة اللي عندي ان انت لو بصيت في اعين من العينين اللي عنده، ممكن تكون عين منهم او كذا عين او اي عين فيهم، اكيد بيحصل لك مشكلة. عشان كده ما بصلوش خالص نهائيا القمر رقم 1. ممكن تكون دي قدرة من قدراته. ده اللي جاء في مخي بصراحة، لانه مش بس ما بصش لأكذا، هو ما بصش لولا واحد فيهم، كلهم بصله وهو باصص في اتجاه مخالف تماما. دي الفكره اللي كانت في مخي. هل انا بستحنج؟ مش عارف، بس دي الفكره الوحيده اللي كانت في مخي. بعد كده بيروح القمر رقم 2 يقعد مكانه ويلبس تاج وناس يخشوا عليه يقول لهم اتفضلوا. واضح انه واخد مركز غير باقي كل الاقمار، فده بصراحه غريب وخلاني استغرب جدا وما كملوش الفكره. بيظهر بعد كده ابو تانجرو وهو قاعد في حلم تانجرو بقى على طول، بعديها على طول تانجرو بيحلم بأبوه. فواضح ان السيزون ده هنشوف كتير أبو تانجرو وهنشوف كتير القمر رقم 1 لأن هم شبه بعض جدا. بيروح بعد كده تانجرو لقرية السيوف اللي كانت مخبأة وسرية علشان يصنع سيف ليه غير اللي اتكسر. بصوا اللوحة اللي قدامكم دي توحلكم بإيه؟ ان قرية السيوف دي قرية صغيرة
موجودة في مضيق ما بين جبال وضيقة جدا صغيرة جدا، يعني سهل جدا انها تختفي وانها ما تبقاش موجودة، وكلها بنفس النمط، بيوتها كلها شبه بعض، نفس الالوان. حلو جدا الفكرة بتاعت القرية دي انها مخبأة ما بين الجبال كده. واحد من المشاهد الرائعة وهي مشاهد صناع السيوف وهم بيصنعوا السيوف، ومن تحركاتهم، وانا كمان قريت ان هم جابوا صناع سيوف حقيقيين علشان يعملوا التحركات دي، يعني مش من خيالهم كده. كانت لقطة جميلة جدا بيتفرج عليهم تانجيرو وهم بيصنعوا السيف عامل ازاي. فعلا كانت تحركاتهم باينة جدا انها مدروسة. اخر كادر هتكلم عليه الكادر اللي شاف منه تانجيرو ظهر ابوه، ولكن احنا ما نعرفش هل ده ابوه ولا القمر الاول، احنا مش عارفين. فهم وقفوا هنا عند الكادر ده، هو شايفه من ورا، في قدامه خشب، شايفه يا دوبك ايه من ظهره، علشان يسيبونا في الكليف هانجر ده نفكر هل هو ابوه ولا مش ابوه ولا ايه الحكايه بالظبط. وسابونا هنا، ودي كانت نهايه الفيديو، نهايه الحلقه. دي اللوح اللي انا حسيت ان هي تستاهل ان احنا نتكلم عنها في اول حلقه. لو لقيت في عدد لايكس كبير ودعم على الفيديو ده اكيد هنكمل في السلسله دي، لو لا فهنوقفها. ادعموا السلسله لو انتوا حابينها، قولوا لي ايه رايكم في تحليل اللوح وتحليلي للي حاصل، وكمان قولوا لي رايكم انتم في هل في لوح انا ما اتكلمتش عنها ولا لا. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وده اللي كان عندي النهارده. سلام.